السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بقى بمناسبة شم النسيم انا متعودة ان انا اعمل قرص فيه، وهنعمل القرص الفلاحي بطعم وريحة زمان الطعم الاصلي. ودلوقتي احنا عندنا هنا شوية من اللبن، وهجيب بقى معايا هنا كيس من الخميرة الفورية وهدوبه مع اللبن. وهتبقى دي اول خطوة معانا في القرص الفلاحي، هتبقى كلها فلاحي فلاحي النهاردة. بصراحة هتاكلوا أحلى قرص معانا. وأنا إن شاء الله مش هقص أي حاجة من الفيديو عشان تشوفوا كل التفاصيل وكل التركات اللي موجودة معانا في الفيديو، عشان تعرفوا إن هي مظبوطة معاكم 100% لو عملتوا كل تفصيلة في الفيديو دوت. وأنا هنا بدوب الخميرة مع اللبن لغاية ما يدوبوا خالص كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ايه اروح بقى ايه اسيبهم بقى على جنب عشان ايه تتفاعل الخميرة مع اللبن كده، وايه ويعني ايه تحس ان هي ايه نشطة معاكي الخميرة الفورية بتاعتنا. اهم حاجة تدوبيها خالص كده. عايزة اقول لكم بقى لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو، وشير للقناة. ودلوقتي بقى بعد ما عملنا الخميرة كده عندنا بقى هنا نجيب البولة اللي هنعمل فيها القرص بتاعتنا. وهجيب عندي هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، تجيبيه من اي حتة، من عند بقى العطار، من السوبر ماركت، من اي مكان انتي بتجيبي طلباتك منه. بس قبل ما هستعمله هجيب المنخل وانخله الاول الدقيق علشان يبقى داخله هوا كده، يعني ما يبقاش مكتوم معانا اهو كده. وبعد ما بقى فضينا الدقيق، وده كيلو من الدقيق زي ما انا قلت لكم. نسمي الله بقى كده ونبدأ ندخله كده بالراحة لغاية ما نخلص النخل بتاعه خلص كده اهوت. وبعد كده بقى هنحط ايه على الدقيق دوت، هنحط كل المكونات الجافة معانا. عندنا هنا معلقتين من السكر البودرة، وانا فضلت يكون سكر بودرة، ومعلقتين من السمسم، معلقتين كبار يعني، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبعد ما حطيت المعلقة بتاعت البيكنج باودر كده، هقلب بقى كل الحاجات ديت معانا كده. يعني ايه نقلبه بقى كل الحاجات الجافة ايه معانا دي كده، نقلبوها مع بعض تقليبه كويس جامد كده. ويفضل برضو لو انت حابين تحطوا رشة من الفانيليا، حابين مش حابين دي يعني ايه خطوة اختيارية، تحطوها ما تحطوهاش انتوا زي ما انتوا عايزين يعني. وعندي بقى هنا السمنة البلدي بتاعتنا، عايزين تحطوا سمنة على زيت تحطوا دي 400 جرام من السمنة. بس انا حطيتها بصراحة كلها سمنة بلدي عشان انا قايله لكم النهاردة هتبقى بلدي في بلدي، تاكلوا بطعم وريحة زمان تبقى خطيرة جدا. بس تقلبوا الاول بقى الحاجه دي زي ما انا قلت لكم، كل المكونات الجافه كده نقلبوها مع بعضها عشان تندمج كده وتبقى الحاجه متوزعه، السكر مع السمسم مع الفانيليا مع البودر والدقيق، كل حاجه كده متوزعه مع بعضها. وبعد كده اجيب السمنه بتاعتنا وانزل بيها، وابدا بقى ايه اقلب الحاجات ديت كده لغاية ما الزيت والسمنة بقى يتبسوا كويس أوي مع بعض، وتقلبوهم تقليبة كويسة أو كده. ويفضل إن تكون السمنة بتاعتك يعني إيه تكون فترة يعني دافية شوية كده بدمع العين، أو بدرجة حرارة المطبخ عادي. وكل حاجة طبعا بدرجة حرارة المطبخ دي أهم حاجة، ما تكونش ولا سخنة ولا باردة اللي انت مطلعاها من التلاجة عشان تستعمليها وكده. وبعد ما قلبت بقى السمنه كده مع الدقيق وابدا بقى انضف المعلقه بتاعتنا. عندي بقى هنا شويه من القشطه، القشطه البلدي بتاعتنا العاديه خالص اللي بتبقى على وش اللبن، سواء المغلي او اللبن اللي انت بتريبيه عشان تعملوا منه الزبده والقشطه والجبنه القريش. ديت بقى ايه، ونبداوا بقى نقلبوا كل الحاجات دي كده مع بعضها، القشطه مع السمنه بقى مع الدقيق والسمسم والحاجات اللي احنا حطيناها كلها دي بقى نفركوها فرك كويس حلو قوي كده يعني، بحيث تحس ان كل الدقيق ده بقى عامل زي رمل البحر. تحس ان هو يعني ايه بقى تشرب كده كل حته في الدقيق اتشربت معاكي زي ما انتي هتشوفي كده معانا في الفيديو اهوت. انا ما قصيتش حاجه معلش، يمكن يعني انا اسفه لو انا مطوله عليكم الفيديو، بس انا حبيت يبقى كل التفاصيل موجوده معاكم فيه.
اهوت كده بقى الدقيق بتاعنا جاهز. اروح بقى عشان اجيب الخميرة اللي احنا عاملينها في الاول، اللي احنا سيبناها تتفاعل شوية ترتاح يعني. ابدأ انزل بيها كده على الدقيق بتاعنا. وبعدين انا عندي هنا ايه دوت، ولا لبن ولا ميه، دوت الخض اللي انا كنت بعمله من الزبدة الفلاحي لما كنت بعملها معاكم في الفيديوهات اللي قبل كده. دوت الخض بتاعها انا ما برموهوش بصراحة، ده بيبقى عبارة عن لبن، واللبن كده تحس ان هو عامل زي القشطة. وتبدأوا بقى ايه حطيت، فبسيبه يعني الاول اللي انا عشان استعمله بعينه في الفريزر. لو انا مش هعجن بيه فوري يعني بعينه، بطلعه بعد كده وادفيه شوية على النار وابدا اعجن بيه. بصراحه بيدي تيست عالي جدا للمخبوزات بتاعتنا. وطبعا بقى عشان القرص فلاحي فلاحي تحسوا بقى اللي انتوا شفتوا والله. بصوا الخض ده بيبقى حلو قوي. لو ما عندكوش الخض ده ممكن تستغنوا عنه وتستعملوا اللبن الحليب. ما فيش لبن حليب ممكن تستعملوا ميه عادي خالص مش هتأثر. بس انا بقول لكم ان الحاجات دي بترفع يعني من يعني ايه، بتخلي القرصة كده في حتة تانية خالص يعني، بطعم وريحة زمان بقى زي ما انا قلت لكم اهوت. وتقريبا هي القرص هتاخد معانا الكيلو دي هياخد تقريبا يعني ايه من كيلو ونص لكوبايتين الا ربع من سواء حليب او ميه او من الخض اللي هو بتاع الزبده بتاعتنا. ودلوقتي العجين بدأ يلم معانا اهوت، والقرص بتاعتنا بدأت تبقى جاهزه اهوت كده. بسم الله ما شاء الله. شوفوا العجينة اهيت بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، ولا مقطعة ولا فيها اي حاجة خالص. شوفوا عاملة ازاي. اسيبها بقى ترتاح شوية قبل ما اقطعها. يعني ايه نسيبها، يفضل احنا نسيبها ايه يعني ايه ربع نص ساعة كده ترتاح. واغطيها بقى باي حاجة علشان تاخد راحتها كده، واسيبها ايه زي ما قلت لكم اسيبها ترتاح عشان تساعدنا واحنا بنقطعوها، وتساعدنا برضو واحنا بنبططوها علشان ما تبقاش شادة معانا، لا العجينة تبقى مريحة كده. واسيبها بقى ترتاح شوية كده زي ما انتم شايفين، اغطيها كده واسيبها. وبعد ما ارتاحت تقريبا نص ساعة، انا سبتها بالظبط تقريبا يعني ما كملتش نص ساعة، أنا نص ساعة لحاجات بسيطة يعني. ابدأ بقى اخرج منها الهواء بتاعها كده. يعني ايه اخدها ايه ضربتين كده كده اذا كانك بتضربي بالبوكس كده. وبعدين بقى نجيب الصاج بتاعنا اللي احنا هنعمل فيه القرص. نبدأ بقى الأول إن احنا نقطعوها بالأحجام اللي انتوا عايزينها، كبيرة صغيرة وسط، دي بقى حسب ذوقك وحسب اللي انتي بتحبي تاكلي القرصاية بتاعتك، كبيرة صغيرة وسط برضو زي ما انتي تحبوا. وابدأ بقى كده اقطعها بالشكل دوت واكورها واحطها كده في الصاج بتاعنا او في الصينية اللي انتي هتخبزي فيها القرص. صدقيني القرص جميلة جدا وبسيطة جدا، عملتيها بطريقة بسيطة وسهلة، وما فيهاش اي كلكعة ولا اي افتكاسات ولا اي حاجة خالص. بالعكس جميلة جدا وسهلة وبسيطة. وبصراحة الكيلو بيعمل كمية جميلة جدا، وهتشوفوها معانا بجد هتبهركم جدا. ودلوقتي بقى انا بعد ما قطعت كده القرص وكورتها ابدا بقى ابططها معاكم بقى وتشوفوا معايا ايه القرصتين 3 اللي قدامكم دول اهوت. طبعا انا يعني خليت القرص يعني ايه رققتها في التبطيط ما خلتهاش مرتفعة، عشان هي هترتفع معانا في الفرن وفي الخبيز لما تخمر وتروحوا تخبزوها تحس ان هي ارتفعت معاكي كده شوية. وكده فانا ايه حبيت اللي انا ارققها قوي عشان ما تبقاش عالية معايا قوي وكده. وكمان تبقى معاكي في الخبيز تساعد وتبقى مستوية معاكي. وبعد كده بعد ما بططتها اجيب شوكة وابدأ اخرمها كده من فوق. ليه عشان مثلا ما تبقاش واخده هوا كتير، او كمان بتدي شكل جميل كده من فوق، تحس ان القرصايه كده معرجه كده بتبقى شكلها جميل. واخلص كل الكميه بقى وابقى اوريها لكم. وزي ما انتوا شايفين كده لما خلصتها وعملت الصاج دوت ورحت بقى طلعت البلكونه في الفرن الغاز، ما خبزتوش في فرن البوتاجاز بتاعي، لا انا عندي فرن الغاز اللي هو العادي خالص اللي هو بانبوبه، وانا حطاه في البلكونه بتاعتي يعني. وطلعت بقى هو زي ما انتوا شايفين وحطيت فيه الصاج واسيبه بقى، وشوفوا النار مهدياها من تحت ومن فوق، يعني من الجناب يعني ومن تحت عشان ما تبقى ايه مبقاش محمشه معاكم.
وديت القرص اهيت بعد ما استوت، بسم الله ما شاء الله. شوفوا شكلها عامل ازاي، وشوفوا من فوق تحس ان هي يعني ايه، يعني لما عملتها بالشوكه شوفوا شكلها عامل ازاي، تحس ان هي يعني ايه مش واخده اسطمبه واحده كده، لا تحس ان هي مموجه كده. والقرص بصراحه جميله جدا، ولونها وطعمها وريحتها خطير جدا جدا. ودلوقتي بقى يعني ايه نحطوها بقى عشان بقى نقدموها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصراحه القرص طريه جدا. وعايزه اقول لكم حاجه، لو انتم مش هتاكلوها على طول تسيبوها لما تبرد خالص وتحطوها في كيس وفي الفريزر، وكل ما تعوزوا جزء تطلعوه. وديت الكمية اللي الكيلو دي يعملها، بصراحة كمية كبيرة جدا، غير اللي أنا وأولادي أكلناها وهي طالعة لسه من الفرن. ويعني عايزة أقول لكم لو القرص عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتدعوا لي دعوة حلوة، وتشتركوا في القناة لو بتشوفوني لأول مرة. وأشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.